السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي مشتركي قناة المغرب المشرق في هذا الموضوع النقاشي، واللي غادي يكون المنطلق ديال النقاش فيه هو سؤال: لماذا لم يتم الكشف بعد عن تصاميم الملاعب المغربية الخاضعة للتأهيل؟ فهذا السؤال طرحته على نفسي باعتبار أنه الفيديوهات اللي فيها أعلى نسب مشاهدة تتحدث عن تصاميم، وهي فقط تصاميم من الشهادات ديال شباب يجيدون فن المونتاج عبر برامج المونتاج اللي هي معروفة، كي إيديتيو بها لي فيديو عن طريق 3D فلذلك كنلقاو مجموعة من صناع المحتوى اللي من مصر الشقيقة ومن دول أخرى يتحدثون عن التصاميم من جهة. لكن بكل صراحة راه ما كاين والو هاد الساعة، باقي ما كاين حتى شي تصميم واضح، لأنه حتى يقدم الجامعة أو المغرب الملف ديال كأس العالم مع إسبانيا، خاص الملف يكون فيه تصاميم سرية وسرية جدا. لكن برافو لهاد الناس بما فيهم مصممين مغاربة وداك الشيء، فاعتمدوا على البنية ديال الملاعب الحالية مع إزالة المضمار والتسقيف ديال الملاعب. لكن هناك ملاعب اللي غادا تخضع للتغيير توتالمون، من جميع النواحي، خصوصا ملعب الأمير مولاي عبد الله. أما ملعب طنجة فهو ملعب اللي كل سنتين كان كيتطور، فكيف ما غنشوفوا في أحد الصور في 2020 كان 45 ألف مقعد، في 2022 65 ألف مقعد، في 2024 غادي يولي 80 ألف مقعد. وهناك من كيقول على أن هذه السياسة ديال هذا الملعب هذا سياسة غير ما كاينش واحد الرؤية، ولا بالعكس هذا الملعب تدار قابل للتطوير، وراه ماشي رموه، غير كانوا كل مرة كيديروا ليه تحديث. وخير مثال داكشي اللي كان طرا لداك المدرج اللي كان ما طالعش كامل. فالحمد لله ان شاء الله هذا الملعب اللي غادي يكون تحفة فنية، ولما لا ان شاء الله اتنبأ بانه سيكون من افضل ملاعب افريقيا، خصوصا وانه الشكل الخارجي ديالو جميل، اضافة على ان الشكل الداخلي مازال كاع الملاعب باقي ما تعرفش كيفاش غادي تكون داخليا، باعتبار دابا بحال شي دار كبيرة يلا كيدار الاساس، يلا كيتقاد الارضية يتم حفرها من اجل ازالة الحلبات. دونك هذاك غير الاساس، غير الحفير، باقي ما كايناش شي هندسة ولا شي تصميم. فإن شاء الله لنا موعد مع ملاعب جميلة وجميلة جدا، ونحن بدورنا فيما تكون شي تقدم ديال الأشغال إن شاء الله راه نحطوها في القناة ديالكم المغرب المشرق. شكرا للدعم ديالكم، كنتمنى أنكم تفعلوا مع هذا المقطع بالإعجاب، اللي باقي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. إلى اللقاء.